الحمد لله ان انا في المركز ال 12، عشان اكتر من كده كنت هحتاج تابلت عشان اجيب مركز النادي الاهلي. بص انا هقول لك على حاجه الخص بيها كل اللي بيحصل ده. النادي الاهلي بعد كل ده هيرجع تاني عادي ان شاء الله، وهنكسب الدوري وهنكسب افريقيا وهنكسر الدنيا وعادي، احنا واخدين على كده. لازم بس ايه كل فتره كده نهدى شويه. بس انا مش عايز المنظر ده يخليك تنسى المنظر ده والمنظر ده السنه اللي قبلها. طبعا دي سكرينه غير اللي قبلها، انت هتحس ان هي بس ببص على النقط. والمنظر ده السنه اللي قبل اللي قبلها، ويوم لما ربنا نفخ في صورتك في السنه اللي قبل اللي قبل اللي قبل اللي قبلها، رحت جاي مديك على اللي قبلها. طبعا مش معنى كلامي ده ان انا بطبل للاهلي او بقول ان الاهلي في الوقت الحالي هو جامد او حاجه، ولكن انا ولاعيبتي وجهازي الفني والاداره الفنيه والجهاز الاداري وكل الناس دي انا وهم حرين مع بعض. احنا بنعرف نتصرف، احنا عارفين الاول من الاخر، عارفين ازاي بنعرف نتعامل معاهم. فانت خليك بره القصه دي، انا عارف انا بتصرف ازاي، وعارف ان انا هضغط على لعيبتي ولازم هاجمهم ولازم هتكلم عن المهزله اللي كانت بتحصل وعن الاداء الهزيل سواء كان فنيا او بره الملعب. قصه كده يعني انت مالكش علاقه بيها، انا اللي اتكلم فيها مش انت. خلاصه كلامي يعني ان الناس دي لازم تكون معاها بجح، لان هم مالهمش ان هم يتكلموا معاك في اي حاجه. ولو قال لك ايه يا عم انا استنيتك وانت ما جيتش، بقول له ما انت لعيبتك اتزنقت على كوبري اكتوبر ووقفت عشان تدخلهم يعملوا بيبي. والله العظيم انا ما قصدي احفل، واللي يعرفني قريب مني يعرف كويس قوي ان انا ماليش في التحفيل. ولكن يا اسطى ما بقاش انا وانت اخر 34 ماتش لاعبين فيه انا كسبانك 17 وانت كسباني 5 وتبقى بجح وتيجي ترفع عينك في عيني اصلا. وعموما يا سيدي كلها 29 يوم بالظبط وهقابلك، وباذن الله تعالى هكون فوقت كده وروقت الدنيا واكسبك، وال 34 ماتش اللي فيهم 17 فوز دول يبقوا 18. احلى مسا عليك.